طبعا سيف، كل الأنظار كانت تتجه هذه الجولة لمباراة ملعب سانسيرو بين إنتر ولاتسيو كونها المباراة الكبرى لهذه الجولة. ازدادت أهمية هذه المباراة بعد النتائج التي حصلت ما بين يومي الأمس واليوم، تعادل ميلان بالأمس وخاصة خسارة نابولي اليوم أمام فريق بولونيا زادت من أهمية هذه المباراة بالنسبة لفريق إنتر. الفوز اليوم في هذه المباراة يعني أن إنتر سيلتحق بروما في صدارة جدول الترتيب قبل التوقف الدولي، وهذا مهم جدا على الصعيد المعنوي قبل مباراة ديربي ميلانو في الأسبوع المقبل. إنتر يتمتع بأسبقية تاريخية على حساب فريق لاتسيو، 92 مباراة سابقة هنا في ملعب سانسيرو. الإنتر فاز ب 49 مباراة، 31 تعادل، ولاتسيو لم ينتصر إلا في 12 مباراة سابقة أمام إنتر. نوعا ما عقدة تاريخية لفريق لاتسيو أمام إنتر. آخر 8 مباريات أيضا جمعت الفريقين، فريق لاتسيو لم ينتصر أبدا، 6 انتصارات للإنتر وتعادلين. إنتر الذي منذ الخسارة أمام نابولي حقق سلسلة نتائج إيجابية، سواء الفوز على فيورنتينا، الفوز على فيرونا، والفوز مؤخرا في دوري الأبطال. يتسلح بقوة هجومية كبيرة، هو أقوى هجوم في بطولة الدوري، يعتمد على تشكيلة شبه مكتملة يواجه لاتسيو. في المقابل هو الآخر يعتبر الفريق الذي نغص فرحة إنتر الموسم الماضي وجعله يخسر بطولة الدوري لصالح فريق نابولي عندما فرض التعادل عليه هنا في ملعب سانسيرو بهدفين لهدفين. لاتسيو 6 مباريات أيضا لم يخسر منذ الخسارة في ديربي روما، وبالتالي فريقان يدخلان هذه المباراة في أجواء كبيرة في معنويات عالية لكليهما، وبالتالي ننتظر مباراة كبيرة بكل تأكيد. غازي، هل هناك مفاجآت في تشكيلة الفريقين صراحة؟ ومن هم أبرز الغائبين عنهم؟ ربما لو تحدثنا على صعيد المفاجآت، عودة أتشيربي أساسيا في تشكيلة إنتر ربما تعتبر مفاجأة صغيرة. اللاعب الذي منذ ارتكابه بعض الهفوات في مباراة نابولي وتسببه بالأهداف ابتعد تماما عن التشكيلة الأساسية لفريق إنتر، كان الاعتماد على بيسيك وحتى على اللاعب ديفراي، ولكن يبدأ اليوم أساسيا. إنتر بتشكيلة شبه مكتملة اليوم، الغائب الوحيد فقط هو ميكيتاريان في خط الوسط، سيلعب بسومر حارسا للمرمى، باستوني واتشيربي الذي كما ذكرت يعود للتشكيلة الأساسية إلى جانب أكانجي في خط الدفاع. في خط الوسط سيلعب دي ماركو وسوتشيتش الذي يقدم مباريات كبيرة مع ثنائي تشالانوغلو وباريلا ودومفريز على اليمين، وفي الأمام سيلعب لوتارو وبوني. تجدر الإشارة في تشكيلة إنتر أن تورام اليوم يعود من الإصابة وسيتواجد على دكة البدلاء. شبكة نجوم الرابعة، مشاهدة آمنة لكل العائلة.